ده فيديو لأخبار مانشستر يونايتد. ممكن يتكرر بعد كده، ممكن يبقى كل فترة، هنشوف الدنيا فيها ايه. بس أنا حابب أتكلم في الأول كده إن أونانا رجع منتخب الكاميرون. وهل ألتاي اللي هو الحارس البديل ليه اللي هو التركي اللي جبناه من فنربخش، ماشي، هيقدر يسد مكانه وقت أفريقيا؟ احنا ما شفناهوش. بس ده سؤال أنا بطرحه. ليه بطرحه؟ لأن أنت ده أفريقيا هتبقى في شهر ديسمبر أو في يناير في الفترة دي. فده هيلعب ايام البوكسنج داي وهيبقى موجود عليه ماتشات متتاليه، لازم يلعب. يعني انت ما قدامكش حل تاني. فانا مستني اشوف بقى هو هيعمل ايه. يعني هستنى ما نشوف بقى اما قلنا يروح منتخب الكاميرون ونشوف هيعمل ايه. طيب، ده واحد. اتنين، دلوقتي جرين وود راح اعاره لنادي ختافي موسم. حلو، ماشي، جميل. لكن المشكله بقى ان هو في يناير في بند ان هو ممكن الاعاره دي تتقطع، زي الشرط اللي في صفقه ريجيلون اللي جه يونايتد الباك الشمال. نفس الموضوع كده. بس الفكره بقى ان هو عقده اصلا ما اتفسخش مع يونايتد. ما هو خلينا عقده ما اتفسخش وعقده مكمل لحد 2025. فانت كده عرفت تصادبه موسم، وممكن الاعراض تتقطع في النص، بس عرفت تصادبه موسم. خلاص. طب والموسم اللي فاضل؟ يعني فاضل موسم بعد ما يرجع برضه. ربنا يستر. هو لسه 21 سنه. يعني انا فوجئت ان هو لسه 21 سنه. ده اصغر مني. ده انا عندي 22 سنه. انت فاكره كبير عن كده. إيريك باييه راح بشكتاش التركي وراح بيع، والحمد لله خلصنا منه قبل ما نخلص من الباقي. جاي لك في الباقي اهو. طبعا فان دي بيك مش موجود في قائمه دوري الابطال بتاعه يونايتد، وجرناتشو موجود فيها. لكن دوني فان دي بيك لا. فده استبعاد من تين هاج، ويقول له ان انا مش عايزينك، والاعاره اللي انت عرفتش تطلعها تيجي خلاص بقى، خليك قاعد، اديك قاعد بركه مع الناس البركه اللي موجودين برضه، تونسوا بعض كلكم بركات في الفرقه. ها كده يعني. فهو اللي كان يعني المدرب بتاعه في اياكس ويعني ايه اللي فاهمين الدنيا فيها ايه ما بينهم. لكن هو كده خلاص احنا مش عايزينك يا باشا. طيب، بالنسبه لانتوني والقضايا الثلاثه بتاعته، انا دلوقتي ماليش دعوه بالتفاصيل، وماليش دعوه مين معاه حق ومين معهوش حق، وان اصل عمل واصل سوى. مش هخش انا في التفاصيل دي، مش عايز اعرف. خلاص. ده التفاصيل بتاع جرين وود كده مش عايز اعرفها برضه. ماليش دعوه، ما وجعش دماغي. لكن انا ليا دعوه في اللعب. لكن دلوقتي هو هيبقى لو مطول في الموضوع ده، يبقى انت بتقول اصل انا مديله اجازه لحد ما يخلص ايه الحاجات اللي عليه ومش عارف ايه. لا، هو انت ما تديلوش اجازه. انت جايب دافع فيه 100 مليون، تمام، والمفروض ان عقده مكمل. يعني هو قول مدى 4 أو 5 سنين مثلا. طيب انت بقى دلوقتي هتعمل ايه؟ انت لبست كده. فانا عايز ان انت تخلص منه، ما اعرفش ازاي. ما تقوليش اجازه لحد ما يخلص الحاجات اللي عليه ويجي وراح الجيش. انا مش فاهم يعني. فانت تخلص منه زي ما عرفت، تفسخ عقده بقى، تديله فلوس، ودي كلها طبعا هيبقى خساره جامده. ما تقدرش تعمل كده في ظل ان انت معكش فلوس اصلا. طلعوا اعراض. ما اعرفش تخلص منه. مع ان انا قصه حلوه مع انتوني هحكيها بعدين بقى مش وقت. طيب. سانشو قال لك الاتفاق السعودي كان عاوز، ومانشستر يونايتد هو اللي وافق، وسانشو هو اللي رفض يعني مثلا يعني. والكلام اللي هو قالوه مسحه. ولو صبر كان هيلعب. يعني لو كان صبر بس شويه، التسارع بتاعه ده كان لعب مكان ما انتوني هو اتنين على. ومسح اللي كتبه وقال لك هيلعب وكل حاجه. بس انا بقول لك ان هو هيمشي. يعني هو اتحط خلاص في الليسته اللي هتمشي الصيف الجاي او في يناير. خلاص الموضوع انتهى ان هو كده كده ماشي. احنا بس عن ايه هنسلك بيه الدنيا عقبال بس اما نشوف هنعمل ايه مع بليست. هاري ماجواير بقى، ساوث جيت قال لك انا ما شفتش اللي بيحصل معاه ده، ما شفتوش بيحصل مع حد تاني. وقال لك دلوقتي هو عايز يلعب. يعني مجرد قال لك انا عايز العب، وقال لك انا ما خطرتش في اول 4 ماتشات يونايتد، وعارف ان انا هلعب والماتشات جايه ومش عارف ايه. طب انت دلوقتي اتشتمت من ارسنال، الجماهير بتاعك، من جماهير اسكتلندا، وعايش في دايره ما بتخلص. طيب انا عايز افهم بقى، انت مش مهم ليك الفلوس المفروض يعني، لان انت قلت على وست هام ان والله ده يونايتد هو اللي ما اتفقش مع وست هام. انا كنت يعني ايه موافق. يعني انت مش مهم ليك الفلوس، امال ليه الفلوس اللي عايز تاخدها من يونايتد ده عشان تروح وست هام؟ انا كاتب كل حاجه عشان ما انساش حاجه، عشان اتكلم معاك في كل حاجه بقى. فدلوقتي انت اتشتمت واتمسح بكرامتك. طب انت ليه بتعمل في نفسك كده؟ روح ليفل اقل. ماشي، وست هام ما كانش وحش. روح ليفل اقل وجرب.
ويمكن تعرف تتألق، لان انت كده رحت منتخب انجلترا مجامله. وساوث كده احنا عارفين دماغه، هو بيجيب الرجاله بتاعته وخلاص اكنها عزبه مثلا، واخد بالك؟ مع ان منتخب انجلترا من اقوى الفرق في العالم، يعني اقوى المنتخبات. خلاص ده كفايه الخط الهجوم بس ونص الملعب يخرب بيك كده، واخد بالك؟ اديكوا شايفين يقول لك والله اصل انت اللي بتجيبه لنفسك، يا لا والله العظيم انت راجل موزع. Non, non, vous pouvez assister aux investigations avant d'ouvrir. Quelle est ce راجل مش جدع. No! وليندلوف مرشح برضه ان هو يمشي، لان هو خلاص فاضل له موسم في عقده اللي هو الموسم ده، وهيخلص عقده في سنه 2024. ان شاء الله يتكل على الله هو كمان، كفايه عليه كده، كفايه عليه كده. طيب. بالنسبه بقى المكتومناي طبعا اتالق ومع المنتخب بتاعه، منتخب اسكتلندا، وقعد مكمل لحد 2025، فاضل له موسمين في عقده. وهو كان هيجي مكان بالينها اللي ما راحش البايرن، اللي كان لاعب فولهام، كان هيروح هو فولهام وهو اللي رفض. فالفكره ان مكتومناي، انا ما بص، انا عكس مشجعين يونايتد كتير قوي اللي بيقعد يقول لك لا والله احنا مش عايزينه ده وحش. لا. هو لو وحش هو احسن الوحشين، عشان بس نجيب من الاخر. وبليستري عقده لحد 2025. وفابريسيو رومانو نزل انه خلاص يونايتد هيجدد له اكتر من كده، يعني مش هيبقى موسمين بس، ممكن يبقى عقده لما يجدد له يبقى لمده 5 سنين، وده طبعا مع الهبل اللي عمال يحصل في الوينج اليمين، فده حاجه يعني طبيعيه. وبليستر يعني جاي هيبقى تقدر تعتمد عليه برضه شويه زي جرناتشو حبه فوق وحبه تحت، بس هو كويس. هو بليستري هيبقى زي جرناتشو كده ان شاء الله، انا متفائل جدا بيه. يا رب يا رب هات العجل يا رب سليمة يا رب. اقول لك بقى بيع النادي، العرض لسه موجود اللي هو بتاع الشيخ جاسم 6 مليار ماشي، بس الجليزر عايزين 10. الجليزر عايزين 10 مليار. ودلوقتي هو مفيش بيع للنادي، ممكن اللي يبان لك كده، يعني ممكن يبان لك ان مفيش بيع للنادي. ليه؟ لان في راعي جديد اللي هو سناب دراجون. ايوه سناب دراجون بتاع الكرتون. سناب دراجون يعني بيقول لك هو ده يبقى الراعي للموسم اللي جاي، تمام. فهل ده اشاره ان احنا مش هنبيع النادي وفي استثمارات وها وبوم وادعس واجلد والحاجات دي، ونقعد نلعب بالاسهم، سهم طلع سهم نزل سهم طلع سهم نزل، يعني هنقعد نعمل كده؟ ده صح. انا راجل خريج تجاره دلوقتي وقسم اقتصاد، فده صح ان انت تطلع عايز تعلي قيمه النادي من غير ما تضخ استثمارات وانت عليك ديون. ماشي ملعوبه. لكن انتوا يا جليزر ده انتوا عايزين ضرب الجزمه، جلزور. انتوا وجون بطروخ، ده اسمه جون بطروخ ولا اسمه ايه؟ جون بطروخ. عايزين ضرب الجزمه كلكم والله العظيم. انت ست ما تربيتيش، عيب. احترمي نفسك، احترمي نفسك يا وليه، احترمي نفسك يا وليه. في حاجه بقى كده نودوبلي راح اعاره لجلاتا سراي، وسانشيز المساك راح بيع لجلاتا سراي برضه ب 10 مليون يورو، اللي هم كانوا بيلعبوا في توتنهام. فانا بص يعني انا مش مستني خالص ان احنا ننزل قدام جلاتا سراي نتعادل ماتش ونخسر ماتش مثلا، او نتعادل ماتش ونتعادل الماتشين، او نكسب. يعني بص ما مش مستني ده، كفايه بارنا هيكسبنا رايح جاي، فعلينا كده. إن كرة القدم في الله ما هي إلا لعبة يضحك بها على عقول الشعوب وفتنة تمشي على الأرض. فبس ده كان الفيديو، وانا هنزله بسرعه دلوقتي. ومتنساش بقى اللايك، المتين، وتشترك في القناه.